السلام عليكم، كي دايرين خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ الصحه كلشي بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ها نتوما اللي ما تصدقش لها الكيكه، اجي نوريك الطريقه كيفاش دايره. دخلي عندي يا اختي، دخلي تشوفي الكيكه كيف دايره، تبارك الله ما شاء الله. كتجي عاليه وعملاقه ديال الناس، الضياف اللي كانوا عندك كتار او الوليدات. ها نتوما البنات شوفوا الكيكه اللي كتهبط ليها الكيكه، ودائما كتهبط لها في الفران وعا كتحل عليها وكتهبط لها وكتومر معاها وما تخلي ما دير. كملي الفيديو اختي حتى الاخر وغتشوفي الطريقه، واحد السر اللي كندير في الاخر الكيكه، وبقاي ما تمشي فين. شوفوا الكيكه هانتي يا اختي، انا ما غنزوقها ما والو، انا كنبغيها بحال هكا. هانتوما البنات فشفشه تبارك الله، جات تبارك الله على مزيناتها. يلا بقاو معايا البنات حتى الاخر فيديو، غتشوفوا الاسرار اللي غندير في هذا الكيك، ما كيعطيها لكم حتى واحد في شي فيديو، وانا غنعطيها لكم اليوم. وكيكه ديال تحميره الوجه، واللي كتفرج فيا البنات الله يجازيكم بخير، ما تنسونيش من اللايك ومن الاشتراك، وحتى التعليق ديالكم محفز يكون زوين. ما تنسونيش البنات فضلا وليس امرا. الله يجازيكم بخير، وبارطاجيو مع البنات اللي كتعرفوا. هانتوما البنات راه الموس تبارك الله غارق ليا، شوفوا كيفاش كنقطعها. هانتو جات عالي وراه كنقطع فيها سخونه على قبلكم البنات، ما تسنيتهاش كاع تبرد، وهي قد ما بردت قد ما هذا فين كتزيان. شوفوا البنات تبارك الله شحال جات غارقه. هانتو وجات تبارك الله عاليه. شوفوا وراه مقادير البنات بساط، غير غنقول لكم واحد السر اللي غادا تنفعكم في هذا الكيك وما يهبطش ليكم ويجيكم هشيش. وبقاو معايا البنات حتى الاخر فيديو، ما تزابيوش. يلا معايا المقادير. بسم الله على بركه الله. خدينا زلافه، درت فيها شويه الملح كيبقى على حسب المذاق. غناخذ 4 البيضات يكونوا حراره المطبخ، حيت دابا مع الحال بارد بزاف، حاولوا ديروا في الماء دافي باش يدفى ليكم شويه، ما تخليوش بارد، واخا كيكون خارج من الثلاجه راه كيكون بارد. البيض يكون كبير شويه ما يكونش صغير. صافي البنات غندير كاس سنيده، غنضيف عليهم الحامض مبشور غير القشره ديالو الفوقانيه باش تنسموها. اللي عندها الفاني دير الفاني، كيبقى الاختيار ديالكم. صافي البنات غادا نطربوا حتى كيولي عاقد لينا، يعني حتى كتذوب لينا سنيده. قد ما طربتو دابت سنيده طلع معكم الكيكه زوينه. كنبقى نطرب البنات حتى كيولي الخليط عاقد ومايل للبيوضيه. هانتوما البنات ومازال راني كنطرب. صافي البنات دابا غادا ناخذ كاس ديال الزيت عبار العنبه، زيت نباتي. وهاد الكيكه البنات غنديرها باللبن ماشي الحليب، الا عندكم تضانون ديروا او كاس الحليب، كيبقى الاختيار ديالكم. انا كتعجبني باللبن. صافي البنات بعد ما ندمجوا ليا الخليط الكل مع البيض وسنيده والحليب واللبن، غادا ناخذ القياس ديال الدقيق ديالي. شحال غادا تهز ليا البنات؟
غنحيد هاد الطراب وناخد طراب يدوي. غنغربلو، ضروري ما تغربلو. غناخد الكأس الاول، والدقيق البنات يكون خاص بالحلويات. ناخد الكأس الثاني، دابا 2 كيسان، وغادا نخلط ونشوف عيني ميزاني. الكاس الثالث البنات، يعني هاد الكيك هزت ليا 3 الكيسان ديال الدقيق عبر العنبه. بالنسبه للخمارات غناخد 3 الخمارات الفئه 8 غرام، غنضيفهم على الدقيق. وهاد الكيكه البنات راها ساهله، المقادير متوفره في كل بيت، يعني كتبقى هي على حسب الاسرار ديالها، كل وحده وشنو كتضيف ليها. بقاو معايا ما تمشيو فين تتشوفوا السر الاخير اللي غندير فيها باش كتبقى عاليه وكتجي منفوخه وكتجي هشيشه. كناخد الخليط اليدوي اللي عندي ديال الايد وكنبدا نخلط. خلطوا مزيان البنات، ما يبقاوش هذوك الحبيبات ديال الدقيق. صافي البنات، هذا هو القياس ديال الدقيق، 3 الكيسان اللي هزت لي هاد الكيك. وغنضيف معلقه ديال الخل، ومازال غنضيف واحد اللمسه اللي قلت لكم، اللي باش الكيك ديالكم يجيكم هشيش ويجيكم غزال ويجيكم طالع وخفيف. انا غادا نضيفو دابا. انا غنشوقكم البنات اللي عمرها ما قالتو لكم حتى شي وحده، ونتحدى شي اخت قالتها لكم في شي كيك. كتاخدوا معلقه ديال اللبن او معلقه ديال الحليب، هذه هي اللمسه الاخيره باش كيجيكم الكيك طالع وهشيش ويعطيكم واحد الهشاشه زوينه بزاف، وكيجي عالي. راه نتوما شفتوا البنات في اول فيديو كيفاش جات الكيك. والله البنات بهاد اللمسه اللي درت لكم. صافي البنات، بعد ما خلطت وكتبت رقم 8، كناخد المول ديالي اللي غندخل الفرن، دهنته بالزبده وشويه الدقيق، وحيت منه داك الدقيق اللي زائد فيه. ودابا غادا نشد الكيك ديالي، غنعليها الفوق البنات باش يدخل وسطها الهواء، ما تجيكمش مدقصه. كتعليو الكيك الخليط وكتكبوه في المول. انا كندخلو الفران على درجه 180، الفران ديال الضوء، وكنشعلو من التحت. ولكن كان ديما انا الكيك ديالي كندخلها في فران بارد، ما كنشعلش الفران عاد كندخل الكيك. كيكون الفران بارد كندخل عليه الكيك كيطيب على خاطره. وكنديرها في واحد الصينيه من التحت وكندخلها باش ما تاخدش ليا العافيه بزاف من التحت. وكناخد انا الموس وكنحركها. ضروري البنات ديروا هاد الطريقه هذه. يلا البنات بقاو معايا حتى طيب الكيك.
وهذه هي كيكتي يا البنات كما شفتوا في اول فيديو في اخر فيديو، كتجي طالعه كتجي غزاله. نتمنى البنات يعجبكم الفيديو وضروري تجربوها وتردوا عليا في التعاليق، وما تنسونيش من التعاليق ديالكم، من لي لايك من لي جيم. شكرا لكم على المشاهده، بارك الله فيكم، الله يحفظكم. يلا بسلامه عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. نتمنى يعجبكم الفيديو.